السلام عليكم كل متابعين القناه الاعزاء، يا رب تكونوا بخير. انا عادل ولي ودي قناه شوارع ومعلم اسكندريه. موضوع حلقتنا اليوم عن ايه؟ موضوع حلقتنا عن المناطق الشعبيه الاكثر فقرا في اسكندريه. الاكثر فقرا يعني ايه؟ يعني الاكثر فقرا في الخدمات، في الاهتمام، في المعامله، ولكن مش الاكثر فقرا في مستوى المعيشه. طبعا كله بيحمد ربنا، ان كان معاه ولا معهوش كلنا بنحمد ربنا، ولكن المقصود هنا الاكثر فقرا في الخدمات والاهتمام والمرافق والخدمات العامة. احنا حاليا موجودين فين؟ موجودين في وسط شريط قطر السكة الحديد، قطار ابو قير، من محطة مصر الى محطة ابو قير. قطار ابو قير قاسم اسكندرية، لو حضرتك بتتابعنا من خارج اسكندرية، قطار ابو قير قاسم اسكندرية نصفين. شمال الصورة بحر السكة الحديد، يمين الصورة قبلي السكة الحديد، وهذه المسميات موجودة إلى الآن. يعني في دلوقتي حاليا الصورة موجودة في سيدي بشر، على يمين الصورة سيدي بشر قبلي، على شمال الصورة سيدي بشر بحري. بعد سيدي بشر في العصافرة بحري على الشمال، العصافرة قبلي على اليمين. بعد العصافرة في المنظرة بحري على الشمال، المنظرة قبلي على اليمين. قطار أبو قير للأسف قطار عنصري، قسم اسكندرية من أبو قير إلى من محطة مصر إلى أبو قير نصفين، بحري وقبلي. ولكن حاليا نقلنا بالكاميرا، احنا حاليا في منطقة المعمورة البلد. على الشمال بحري المعمورة، وعلى اليمين قبلي المعمورة. المعمورة بتختلف عن سيد بشر والعصافرة والمنظرة. احنا كده في أعلى المعمورة البلد، قطار أبو قير. أمامنا محطة حاليا احنا محطة المعمورة البلد، أمامنا محطة قطار توسن، وبعد توسن منطقة أبو قير، آخر نقطة في اسكندرية على البحر الأبيض المتوسط. اتمنى لو حضراتكم لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا فيها، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد بنزله على اسكندريه. الاهم ما تنسوش ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو. حاليا على يمين الصوره بقى في ايه؟ في طريق اسكندريه رشيد، يوصلك لمنطقه المعديه ادكو رشيد. على يمين الصوره الريف السكندري، ريف شرق اسكندريه، ريف حي المنتزه، عزب بقى جون، وعزبة المكنة والطابية، وكمان الظهير الزراعي لمحافظة البحيرة مع محافظة اسكندرية، كوم الطرفاية والستين والأماكن دي كلها. احنا حاليا فين ايضا بالصورة؟ في منطقة سيدي بشر، ولكن اتجاه اخر. الحي على شمال الصورة، حي المنتزه على شمال الصورة. على شمال الصورة ايضا شارع الجراج او شارع مسجد سيدي بشر. نهاية شارع الجراج على الشمال مسجد سيدي بشر، بتقاطع معاه شارع البكباشي العسوي ثم البحر. وايضا في فندق رمادة على شمال الصورة. على اليمين شارع المسرح وشارع حسن رفعت والقاهرة. كده احنا في سيدي بشر، ولكن اتجاه منطقة فيكتوريا. احنا كده على يمين الصورة سيدي بشر بحري وفيكتوريا، على يمين على شمال الصورة ايضا سيدي بشر قبلي وديربالة. امامنا منطقه فيكتوريا، ثم منطقه الرمل الميري، ثم منطقه غبريال، فبكوت، فالظهريه، سيدي جابر. من محطه مصر الى سيدي جابر بيختلف القبلي عن باقي اسكندريه كلها. يعني في سيدي جابر القبلي بتاعها انضف وارقى واغلى اماكن اسكندريه حاليا. قبلي سيدي جابر، قبلي السكه الحديد في سيدي جابر، منطقه سموحه. لو بدأنا من أول محطة مصر، احنا حاليا أيضا موجودين في منطقة سيدي بشر. أمامنا منطقة العصافرة بحري على الشمال، ومنطقة العصافرة قبلي على اليمين. احنا حاليا موجودين ما بين شارع خليل حمادة، وما بين شارع الجراش وشارع نور الإسلام أو شارع هدى الإسلام. على يمين الصورة في شارع القاهرة اللي يوصلك بقى ايه للطريق الزراعي وكوبري اديس. على الشمال شارع خليل حمادة يوصلك لشارع جمال عبد الناصر، يوصلك لشارع البكباشي العسوي، لشارع خالد بن وليد، للبحر. طبعا اشهر شوارع منطقة سيدي بشر قبلي طبعا شارع المسرح، شارع سيف، شارع حسن رفعت، شارع القاهرة، شارع محمد فريد. من محطة مصر قلنا لكم هيبقى محطة مصر، وبعديها محطة الحضرة قبلي والحضرة بحري. في الحضرة القبلية والحضرة البحرية. بعد كده في محطة سيدي جابر، قبلي سيدي جابر سموحة،
طبعا من الاماكن الراقيه جدا والغاليه جدا في اسكندريه، ولكنها قبل السكه الحديد، ولكن هم لا يعترفوا بسموحه اللي هي قبل السكه الحديد. بعد سيدي جابر في الظهريه قبلي وبحري، طبعا ما بيقولوش على الظهريه ولا قبلي ولا بحري. وفي بعد الظهريه في بكوس السوق، وبعد بكوس في غبريال، وبعد غبريال في الرمل الميري، وبعد الرمل الميري في فيكتوريا. بحر السكه في من اول من اول الظهريه الى فيكتوريا شارع ابو قير، جناكليس، رشدي، زيزينيا، سيدي جابر، مصطفى كامل، لوران، كل ده بحري السكه الحديد للمناطق. الشارع اللي امامكم ده شارع ملك حفني، السيده الفاضله ملك حفني بحس البديه من السيدات المظلومات في اسكندريه، هي والسيده عصمت ام البحريه. ليه شارع ملك حفني يعتبر هو قبلي السكه الحديد وبحري السكه الحديد؟ شارع ملك حفني طبعا اهلنا من العوام بيقولوا، طبعا احنا منهم، بنقول عليه شارع الملك حفني. طبعا هي ملك حفني سيده، ولكن يقال الى الان بين العوام الملك حفني. الصوره اللي حضرتك امامكم ده من منطقه الرمل الميري، وما بين منطقه الرمل الميري ومنطقه فيكتوريا، ما بين محطه الرمل الميري على الشمال البحر، على يمين قبل السكه الحديد، يوصلك بقى شارع الجلاء، الترعه المردومه، شارع جميل ابو حريد، السيوف، شماعه، الى ان نصل للطريق الزراعي عن طريق كوبري ابيس. منطقه الرمل الميري ما بين محطه الرمل الميري ومحطه فيكتوريا. الاماكن دي محتاجه اهتمام، محتاجه خدمات، محتاجه النظر اليها بنظره اوسع، نظره شموليه. اللي على الشمال اسكندرانيه، واللي على اليمين اسكندرانيه، اللي ساكنين بحر اسكندرانيه واللي ساكنين قبل اسكندرانيه، دول بني ادمين ودول بني ادمين، لا يوجد فرق بينهم سوى الخدمات والاهتمام والبنيه التحتيه. اتمنى ما تنسوش تدعمونا بلايك من اسفل الفيديو. لو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. امامكم قطار ابو قير ياتي من محطه قطار فيكتوريا داخل محطه قطار الرمل الميري، ثم غبريال، ثم محطه بكوس، ثم محطه الظهريه، ثم محطه سيدي جابر. ايضا على شمال الصوره خلف هذه العمائر، او حاليا يمين الصوره خلف هذه العمائر، شارع ابو قير. شارع ابو قير خلف هذه العمائر منطقه لوران، منطقه جناكليس، شارع عمر المختار، الى ان نصل للبحر. لو سالتوني عن اخر اخبار قطار ابو قير، ليه قطار ابو قير ما توقفش، ليه مترو اسكندريه ما بداش في العمل، الله اعلم. انا مفيش عندي اي معلومه حقيقيه عن موعد ايقاف قطار ابو قير والبدء في انشاء مترو ابو قير. قطار ابو قير يعتبر شريان حياه بالنسبه لفئه كبيره جدا من الشعب السكندري، بينقل الالاف المؤلفه من عمال، موظفين، طلبه، اسر كبيره جدا بانيه حياتها على قطار ابو قير. اتمنى ان شاء الله يكون المترو عوضا باذن الله لهذا الشريان المهم. قطار ابو قير بالنسبه لاسكندرانيه حاجه مهمه جدا جدا جدا. لو سالتوني عن طبيعه الحياه في قبل السكه الحديد، طبعا قبل السكه الحديد مشهوره بقى بالاسواق، طبعا بالشوارع الضيقه. احنا كده موجودين في الصوره في منطقه فيكتوريا. منطقه فيكتوريا من المناطق الشعبيه ولكن الجميله نسبيا، يوجد بها اهتمام نسبي بسيط بالنسبه خارج المكان وليس بالداخل. يعني كل الاهتمام موجود. شارع ملك حفني على اليمين وملك حفني على الشمال. شارع ملك حفني قبلي وبحري للعلم كان اسمه شارع الأميرة فايزة. الأميرة فايزة أخت الأميرة فوزية، أخت الملك فاروق، أبناء الملك فؤاد الأول. الشارع كان اسمه الأميرة فايزة قبلي وبحري. أيضا على شمال الصورة في كلية فيكتوريا كوليدج،
وفي محطة ترماي النصر، بداية ترماي النصر محطة الرمل. الأماكن القبلية محتاجة المحافظة، محتاجة الدولة الاهتمام بالبنية التحتية، إنشاء صرف صحي محترم، القضاء على التكاتك وتعويض ذويهم. زي ما شايفين التكاتك أصبحت كابوس في شوارع اسكندرية، في كل مكان في اسكندرية أصبح التوك توك كابوس كابوس كابوس. الشارع اللي امام حضراتكم حاليا ده شارع ملك حفني بحري. شارع ملك حفني بدايته من هنا من منطقة فيكتوريا، ونهايته في منطقة ابو قير بجوار محطة قطار ابو قير، مرورا بالعصافرة والمنظرة والمنتزه والاصلاح الى ابو قير. شارع ملك حفني مشهور بالادوات الكهربائية، زيه زي شارع سبع بنات في المنشية، الدش والوصلات والاطباق، وايضا المحلات اللي على اليمين محلات الملابس. في منتصف الشارع يمين وشمال يوجد قرية بلبع للمشويات. بلبع، مين فينا ملوش ذكريات عند قرية بلبع للمشويات؟ كانت زمان هي الطب في شرق اسكندرية في سيدي بشر قرية بلبع. ايضا في منتصف الشارع شمال في حي المنتزه بجوار محطة قطار سيدي بشر. حي المنتزه موجود امتداد شارع ملك حفني. امامنا المنظرة قبلي، امامنا طوالي كده شارع النبوي المهندس وصلك لكليه الدراسات الاسلاميه، لمستشفى المعموره، لشارع مصطفى كامل. على شمال الصوره امتداد شارع ملك حفني. موجودين حاليا بالكاميرا فين؟ في منتصف شريط قطر ابو قير محطه قطار العصافره. على الشمال العصافره قبلي، على اليمين العصافره بحري. على اليمين شارع ملك حفني بحري، على الشمال شارع ملك حفني قبلي. منطقه العصافره قبلي، البحر يمين الصوره، على شمال الصورة بقى الظهير الزراعي. احنا موجودين في شارع 45 قبلي. شارع 45 قبلي طبعا اسفل الصورة نفق 45، اعلى الصورة قطار ابو قير. احنا كده موجودين في نهاية شارع 45 من ناحية شارع مصطفى كامل. العصافرة قبلي، موجودين في منطقة العصافرة قبلي. امامنا البحر، امامنا نفق 45 جديد، امامنا كوبري 45 الجديد، امامنا البحر. احنا حاليا موجودين في المعهد الديني، سوق المعهد الديني القديم. شالوا الكاريتات ورجعوا وجابوا لنا التكاتك. اتمنى اكون اسعدناكم. ما تنسوش ادعمونا بلايك من اسفل الفيديو. لو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا فيها، فعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات قادمه باذن الله، ويكونوا قضوا على موضوع التكاتك.